مرحبا بكم السادة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات فسحة مع النجوم، البرنامج الفني اللي كنستضيفوا من خلاله الرواد اللي خلاو البصمة ديالهم خالدة في الساحة الفنية ولكن طالهم الإقصاء والتهميش. حنا من خلال هذا البرنامج كنحاولوا نستضيفوهم ونسلطوا الأضواء عليهم باش نحاولوا نحيوهم في المجال الفني. حلقتنا في نهار اليوم كنستضيفوا فيها أحد النجوم الكبار اللي شاركوا في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المغربية والأجنبية. خلاو البصمة ديالهم في أفلام كبرى نذكروا من بينها فيلم بيني وبينك وفيلم آخر طلقة اللي كان سنة 1995. باش ما نطولوش عليكم كنرحبوا بسي مصطفى السلاوي. سي مصطفى السلاوي مرحبا بك. الله يجازيك بخير. كيرافقني في هذه الحلقه السي عبد الهادي البنين اللي كيحاول انه ينشط هذه الحلقات اللي غتبث خلال شهر رمضان وكيحاول يخلق فيها جو من الدعابه والمتعه. السي عبد الهادي البنين مرحبا بك. مرحبا، شكرا سي فهيم إدريسي، مرحبا بك ومرحبا بالضيف ديالنا الكريم، ونتمناو باش هذه الحلقه هذه تكون في احسن الظروف ان شاء الله. ان شاء الله. السي مصطفى، نبداو اولى الفقرات معك اللي هي فقره نجوم قبل الشهره. نبغيو في البدايه السي مصطفى السلاوي نبغيو نشوفوا معك شكون اللي اكتشف السي مصطفى السلاوي نجم قبل ما تولي مشهور في الساحه الفنيه. هو اللي اكتشفني ملي كنت فرنسا، لعبت جوج افلام، واحد مع جان بول بيلموندو، واحد مع واحد مشهور فيرنان رينو. ملي دخلت ما كنتش ناوي غادي ندير التمثيل، غير هو خدمت، لان كنت ملي دخلت لفرنسا تزوجت وخصني نخدم باش نقوم بالعائله ديالي. في الثمانينات كنجلس واحد القهوه مع الممثلين، كان ديك الساعه الله يرحمه سعد الله عزيز، الله يجعل رحمه الله عليه، وكان سنوسي مزغيز وكان الصعري، وكنا كنجلسو كنشوفوهم كيدويو على التمثيل وكيدويو على سميتو، ودخلت معاهم في هذه. واللي اكتشفني وهو سيدي محمد تسولي. سيدي محمد تسولي هو اللي شرط عليا، شرط ماشي عليا، على المخرج داني. كانوا كيصوروا هذا ديال الاستعمار، حيت صورت جوج، واحد اخر تلقاو وواحد ديال محمد تسولي اللي كتبوا محمد تسولي، هو اللي طلعني عند كانوا كيصوروا جالسين الممثلين وهذا، وقال له انا جبت لك هو نصراني. قال له انا جبت لك نصراني. كانوا شي ممثلين اللي رفضوا ما بغاوش سميتو، وهو قال لهم ودي هذا السلاوي هو اللي غادي يلعب فرنسا. لعبنا المسلسل اظن نجح المسلسل، نجح الفيلم، تيليفيلم ماشي مسلسل، عفوا، نجح هذاك التيليفيلم بان بقوه اللي نجح. عيطوا لي في الرباط باش ندير عاوتاني استعماري في تيليفيلم اخر، كان فيه ديك الساعه خويي، وكان فيه الله يرحمه السي البسطاوي، وكان اللي كاتبو ظهر ليا هو السي البصري، ولعب معنا السي البصري، ولعبت معنا نعيمه مشرقي. هذا هو الانطلاقه ديالي في هذا الميدان ديال، لان لعبت هاد جوج افلام، جوج تيليفيلم، ونجحوا هذا. ومن هذيك ولاو كيعيطوا لي كيقولوا لك اودي السلاوي اجي تخدم هنا، اجي تخدم هنا، اجي. هذه هي الانطلاقه ديالي. والسي مصطفى السلاوي زعما السي مصطفى السلاوي بالك السلاوي، لا بلاش مصطفى البقوقي، الرماني، القرعي. ما هو هادشي من عند الوالد، انا ماشي انا اللي خرجت هاد السميه هادي. السلاوي هو السلاوي حقيقه كما قلتي، القرعيه او البصليه او سميتو، هو الناس كلها كيقولوا لي هاد السلاوي. ملي كنخضروه الغرمي كيكون ارفع ما يكون. واش السي مصطفى دابا هاد السلاوي نسبه للمنطقه ديال سالا، ولا غير الوالد ديالك الله يرحمه كان عزيز عليه السلاوي؟ هاد السميه ما نعرفش كي دار ليها الوالد، انما هو ماشي ديال السلا. انت ماشي سلاوي؟ لا حنا من فاس، فالوالد ديالي، لان الوالد ديالي كان فاس وتزاد فاس
وباه ستادير جدي تزاد في فاس حتى هو، دونك عائله فاسيه. غير هو ملي كان الوالد معاه قاصح شويه، كان قاصح، كان من صغرو كيخصو يخدم كان كيمشي على الجامع، ومن الجامع كيمشي عندهم شي حانوت وكان كيسلخو، هرب ليه جا للدار البيضاء. هي فاش ترصى في الدار البيضاء وبقى في الدار البيضاء حتى تزوج وحتى ولد وحتى كان مزوج ب4 العيالات. يا سي مصطفى الوالد ديالك كان قاصح، حتى وفاس معروفه بواحد الحاجه اللي كينتجوها هي الخليع. علاش ما دارش الخليع؟ هو كينقاص وكيخلع. لا كيخلع، باه اللي كيخلع، باه اللي كيخلع، هو خرج حتى هو بحالو، خالت هو خرج بحالو كيخلع. حنا كلينا السلاخ. وفاس معروفه بالخليع، و احسن خليع هو ديال فاس. ومني جا دار السلاوي ما كاين بحال لا دار ما بغاش يدير الخليع، هذا قال غادي ندير الماغل، دار حتى ماغنيت. لا فكرت واحد السميه زعما. لا السميه اش غادي يدير؟ مصطفى الخليع، مصطفى الخليع تكون مزيانه. لا مازال هو كون دار السي حمد الخليع احسن ليه. اما انا ما كنخلاش، انا كبرت ولادي بخير وعلى خير. ما كنخلع ما والو. لا ما كنخلع ما والو، ما كنخلع ما والو. سي مصطفى، شنو كان الشعور ديالك وانت كتدخل البيوت ديال المغاربه من خلال الادوار اللي تقمصتيها كشخصيه رجل امن؟ وعلاش كتختار دائما رجل امن كيحطوك في هاد المشاهد باش تاخذها كرجل امن؟ اظن لان هاد المخرجين كان مع ملي خدمت انا في هاد التليفيلم اللي خدمت فيهم كوميسير فرنساوي، كوميسير نصراني، لان كنشد الفدائيين وكنصلخهم باش ما يبقاوش فدائيين. وداك الكوميسير لعبتو قوي سميتو. دونك فين ما كيعيطوا ليا كيقول لك اجي غادي تلعب كوميسير. الاكثريه ديال الافلام ديالي او المسلسلات لعبت فيهم كوميسير. دونك جا واحد الوقت اللي كنجلس مع واحد المخرج قال لي انت كتلعب ديما كوميسير، غادي نبدلو لك شويه، غادي نعطيوك شي منصب اخر. قلت له الله يجازيك بخير، هو يعطيني وزير، عطاني وزير، لعبت وزير الحمد لله. والله الحمد لله. ندوزو دابا للفقره الثانيه اللي هي حقيبه السفر. حقيبه السفر اللي من خلالها كنقترحوا عليك باش تعزل 3 الاشياء اللي غيرافقوك في السفر ديالك. شنو هما الحوايج اللي تبغي تعزلهم باش يكونوا يعني معك في السفر ديالك؟ ملي نكون غادي مسافر اش ندي معايا؟ نعم. واحد الحاجه ما تخلاش عليها، تكون معاك في السفر ديالك، هذه حاجه ما تخلاش عليها. اولا مرتي تمشي معايا، لان الرفيقه ديالي بحال خصها تمشي معايا. ثانيا الباليزه فيها الحويجات وفيها باش تبدل وباش وثالثا غادي نختار اللي يمشي معايا وهو التليفون هو البيرو ديالي يعني. هادو 3 الحوايج. وشكون هما الفنانين اللي تبغيهم يرافقوك في هذا السفر؟ واحد من الفنانين اللي تبغيهم يرافقوك في هذا السفر. وانا عزيز عليا بزاف وترافقنا، ستادير تصاحبنا بزاف، كيجي عندي للدار وكنمشي عنده للدار، وهو سي ان موان منشو، وهو سي احمد السنوسي صاحبي بزاف هذاك السيد، وكنقدرو بزاف، لان ملي درنا واحد تورني ديال سي الاستاذ الموسيقار الكبير سي عبد الوهاب التكوالي، كنا درنا واحد تورني في السبعينات، درنا في المغرب، وكان فيها عبد الوهاب التكوالي، وكان فيها سي الله يرحمه الغرباوي، وكان فيها سميرة بن سعيد باقا صغيرة، وكنمشي انا معاهم، وديت معايا السنوسي من هذيك الانطلاقه ديال السنوسي، مشى معايا وكان هو اللي كينشط. ملي كتكون ديك لونتراكت هو كيوقف، وداك الشيء كان عنده ممتاز، كان كينشط البيبليك. وشكون هو الفنان اللي تبغي تصنت ليه في السفر ديالك؟ نتصنت ليه؟
في الموسيقى. نعم. في الموسيقى عندي بزاف. كان هما بزاف. كاين عبد الوهاب الدكالي، كاين السي بالخياط، وكاين خيتا بن عبد السلام، عزيزة عليا بزاف. كنبغي نسمعها ديك الله عليها قصارى، ولا الله عليها ما رسول فاتني زياره، الله عليها زياره. رسول فاتني زياره ولهمت واش سبق لك سمعتي للسي عبد الهادي البنين في الغناء؟ واش غنقول لك؟ لا غنقول الحقيقه، عمري ما سمعته. وهذه حنا كنتوها من خلال منبر الخباريه 24، وكنقولوا للجمهور بان السي عبد الهادي البنين غادي يفاجئكم بواحد الكشكول غنائي اللي هو كوميدي، اللي غادي يكون بالاداء ديالو، الكلمات ديالو، التوزيع ديالو. بسم الله، اول مره ان شاء الله غادي تسمعني كنغني ان شاء الله. واش دابا نيت ولا من بعد؟ لا، غادي تثبت في البرنامج ان شاء الله. صحابني غادي يغني لي دابا، داك الشيء علاش. وسيدي تبارك الله عليك، هذه ما تخباريش. هذا ان شاء الله غادي تسمع اغاني ان شاء الله بالنجاح. ندوزو الان للفقره الثالثه اللي هي فقره مريتي. كاين السي عبد الهادي تقربوا من هذه الفقره. هاد المرايه هذه هي مرايه سحريه، ملي كتشوف فيها كترجع سنوات للوراء. كنت عندك 8 سنين وكتخاطب هذيك المئات، واش حققتي فعلا داكشي اللي كنتي كتمنى في الصور؟ 8 سنين. دابا شفت راسي في المرايه ورجعت بيا ديك المرايه اللور. هذه بحال ديك لا ماشين اكسبلوري لو طون، رجعت بيه اللور بزاف. دونك انا 8 سنين دابا. 8 سنين كان عندك واحد الرغبات، واحد الامال في المستقبل، واش وصلتي ليهم ولا مازال؟ ما كانش عندي شي رغبات، لان ديك الساعات في الصغر ديالنا كان ديك الساعه استعمار. كانت الامنيه، كانت نتمناو واش نكونوا. كانت لا، كنا كنمشيو للجامع وكنتسلخوا السليخ. ملي كنمشيو للدار الوالد عاوتاني السليخ. اش غادي تمنى ديك الساعه؟ ما تمنى عاد تهرب وتمشي وتكون ديك الساعه عاد دير لي. والامنيه الامنيه اللي باغي دابا انا في الصور وهو كليت العصا بزاف، لان عندي فقيه. لا اش من التعاملات بديك سميتها اللي كيقولوا لها كانوا كيخشيو الحبل ويدور ويهز الفلاقه. وملي كتمشي للدار تشكي للوالد كيشدك تيسلخك حتى هو. وخنطركم بالناس السي مصطفى بالنسبه للفلاقه اللي كليناها حنا كلنا الحمد لله، وكليناها كليتي انت كليناها في الصغار. كي جاتك هذيك الفلاقه؟ انا هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح. بين الجيل ديالنا وهاد الاجيال دابا اللي طالعين بالتربيه وعلم النفس وما كياكلوا لا عصا لا والو، كيفاش دير المقارنه؟ انا في الوقت ديالنا ربما ما كناش كنعيشوا هادشي ديال اللي كنعيشوا دابا، ديال السيوف والكريساج والضرب وهذا، ما كانش. الجيل ديالنا ما كانش. لا ربما انا ساهمت في التربيه ديالنا بزاف. انا كبرت، انا تزاديت في المدينه القديمه في لاريد فاز، تزاديت تماك وكبرت تما حتى درت 12 او 13 عام فاش جا الوالد دانا لفرنسا. كملنا لي زيتود ديالنا في فرنسا. كنا في المدينه، انا باقي نعقل. الصغر كانوا الدريبه اللي ساكن فيها ما كاينش شي باب الدار اللي مسدوده. كنجيو كندخل كانوا الناس كيحطوا الوصله في باب الدار وكتدخل كنجيو هنا نزو نديوها للفران. كان ملي كتخصك كانوا اكثريه معنا اليهود ساكنين، وكانوا الناس اللي خرجوا اطباء وخرجوا دي سميتو كلهم ساكنين ديك الدريبه. منهم الله يرحمه السي العسكي، حتى هو كان تما معنا في المدينه القديمه. وديت لهم الوالده ديالو ديت لها الخبز تاعيت للفران كتجيب الخبز. هذا القضيه ديال التربيه. حنا كنا ملي كنشوفوا شي واحد كنحشمو حتى تيدوز، راجل كبير او مرا كبيره او كنكونوا لاعبين كره، واخا تكون غادي تماركي البيت كتوقف حتى تيدوز او تدوز. ما كناش.
وكنا احترام، كنبوسوا اليدين وكنبوسوا سميتو وكانوا كيرضيو عنا، وكنا زعما هاد المقارنه مع هادو ديال اليوم شي ما فهمتش انا كيفاش كاين هاد الوالدين كيفاش كيربيو ولادهم. ما بغيت انا نعرف كيفاش كاين، ما كاين علم معيار وما كاين غير سميتو، ما كيحترموا حتى واحد. انا كنشوف الدروبه كنمشي كندور شويه ما كاينش احترام ديال هاد الدراري اللي الا ما عايرك وما سبكش وما ما كيكونش على خاطر. واش نعتبروها هذا الكلام ديالك واش نعتبروه انه دعوه باش ترجع التربيه التقليديه الاولى لان عطات نتيجه؟ عطات نتيجه، وشتي الناس ديال القدام كيفاش كبروا وكيفاش الناس كيحترموا بعضياتهم وكيفاش التربيه ديال القدام ما كايناش الان. دابا ما تصورش، نطلبوا على الله ترجع، نطلبوا على الله ترجع، ولكن باش تكون بحال ديال القدام ستادير كيف كبرنا حنايا عمرها ما غادي تكون هذيك التربيه. نبقاو دائما في نفس الفتره ونبغيو نسولوك شنو هي الحاجه اللي كانت كتفرحك وانت صغير وباقا كتلازمك لحد الان؟ الحاجه اللي كانت كتفرحني حاجه، حنا انا وخويا كندوي، حنا كنقول حنا انا وخويا الله يرحمه مات، كبرنا في واحد العائله اللي كناخذوا باش داكشي ديال الالعاب بحال دابا كاين دوك لي طابليت، كاين التليفون، حنا كانت عندنا علبي وطرومبيه، هذا هو باش كنا كنلعبوا. وكنا كنمشيو عند السيكليس كنطلبوه يعطينا شي رويضات كنلعبوا بهم، كنديروا السلك وكنبقاو غاديين الجار. هذا هو سميتو. وكنت كنشوف الدراري كانوا بواتهم يمكن لاباس عليهم ولا الله اعلم كيشريو داك اللعب ديال المونوبولي، كيشريو اللعب ديال كيشريو الشجالات كيبداو يسجلوا، وحنا كنشوفوا وكنتمناو يكون عندنا داك الشيء، ولكن عمرو ما كان عندنا حتى كبرنا خدمنا ودرنا داك الشيء ديالنا. واش السي مصطفى السلاوي كان كيحلم انه غادي يكون فنان ملي كان صغير، اولا كانت عندك شي مهنه اللي كنتي كتفكر انك ديرها؟ لا، ما عمرني ما حلمت نكون فنان، لان ملي كنا كنقراو في الصغر كنا كنقراو في الجامع، وكنا كنقراو في مدرسه اللي موغادور، كنقرا فيها السي العسكري وقراو فيها كاع الدراري ديال ولاد المدينه، كاع دوك اللي كانوا اطباء وكانوا قراو في هاد لا روي موغادور، حنا قرينا فيها. ولكن الامنيه ديالي كانت تكون، كنقول ديك الساعه ملي بديت كان سميتو كنقول غادي نكون طبيب، ولكن ما. حنا كنعرفوا انك كنتي في مجال المحاسبه وفي مجال الاداره والاعمال، كيفاش انقطعت على هذا المجال ومشيتي لمجال التمثيل والفن؟ دوزت الباك ديالي انا في فرنسا في مدينه ستراسبور، الباك G2. كنت باغي الوالد ديالي هو اللي دافع لي باش نقرا، واخا كان كيسلخني الله يرحمه ويجلل عليه رحمه الله، وانا كنطلب منه يسامحني لان درت ليه شي فعيل ديال الدراري الصغار. كنت غادي نرجع لفرنسا باش نكمل قرايتي باش ندير اكسبير كونطاب، لان كنت مجهد في لا كونطابيليتي وفي لي كالكول مونطال وفي الحسابات. دخلت لهنايا قوة السيطرة ديال الوالد عليا، دخلت لهنا فرنسا كان عنده هو كيبيع داكشي ديال الارتيزانا ماروكان الوالد الله يرحمه، وكنا كان المغازا الليسي المغازا ما تقدر تمشي لا لهنا لا للسينما لا والو، عمرنا ما عرفنا السينما ولا المسرح، وكنا مزيرين. ملي جينا هنايا فاكونس من بعد 6 سنين او 7 سنين وحنا في فرنسا، ملي جينا شفنا داك الجو ديال لي سوربريز بارتي والسينما والمسرح وداكشي ديك بحال شي واحد كان مسجون في الحبس ودخل وخرج، ديك لا ليبرتي الطوطال. ما بقيناش رجعنا وندمت عليها، ندمت على هذيك ما كملتش.
والوالد عيا ما يعيط وخاك عيا ما يعيط، اجي تكمل قرايتك اولدي، اجي تكمل قرايتك، راه قرايتك اللي تنفعك. دخلت في 64 1964 تلاقيت مع الزوجة ديالي، تزوجنا العام الأول ولدنا الولد. هي هذيك وبقيت انايا كنخدم في لا كونطابيليتي نيت مع هاد الشركات كانوا خدامين ديك الساعات. ومن بعد منا عاد باش دخلت ديريكي ميديكال، ومن بعد ديريكي ميديكال عاد هي فاش تعارفت مع الله يرحمه عزيز صعب الله، دخلنا لديك القهوة وبديت كنمثل معاهم. ندوز الآن للفقرة الخامسة اللي هي كلمة وجواب، اللي غادي نعطوك من خلالها كلمة وتعطينا جواب عليها في كلمة. تفضل سبلاف. بالنسبه لك الشهره، أنا كنقول مزيانة بزاف، مزيانة بزاف. فشل، فشل خايب. فشل ما العائلة، العائلة هي الأساس ديال الإنسان، الفن، هو الحياة، هو الحياة. بالنسبه للفن السي مصطفى ما كتشوفش بانه بحر اللي كيبان لنا ان كاين واحد الفئه ديال الفنانين اللي عايشين مرتاحين واستافدوا من الفن، وكاين واحد الفئه ديال الفنانين اللي ما استافدوا، كاين مساكن نقدروا نقولوا انهم كيعيشوا التشرد، اذا نقولوا بحر اللي ما كيعرفش يعوم فيه. هذا سميتو هذا المثل اللي عطيتي ديال البحر، بحر هو بحر. إلا كتعرف تعوم وسميتو خصك تدخل داخل، تعمق في التمثيل هذا البحر، تدخل داخل هذاك كينجح تسلك راسك. وإلا كان ما كيعومش وما كيدخل هذا البحر كيغرق. المسرح، المسرح نقولوا أبو الفنون. الغياب، الغياب هو الموت البطيء، الموت البطيء. الحب، الحب. السي مصطفى ضحك ليك، ما باقي كتحب؟ لا حيت انا عارف السي مصطفى عنده موقف من هاد الكلمه ديال الحب. الحب اخويا ما نقول لك ما كاينش الحب، ما بقاش الحب. انا خصني نجاوب في كلمه واحده ياك؟ لا تفضل، جاوبتي في كلمه تفضل. الحب اليوم ملي جيت في الستينات كان الحب، وكان الواحد ملي كيتزوج على حب. اليوم ما بقاش داكشي، اليوم ممكن غير اش عندك، واش عندك هادي، واش هذا، واش الدار والطوموبيل وخصك هذا، وما بقى كلشي غير الطمع ما بقى غير الطمع، هادشي اللي كاين. ندوزو الآن للفقرة السادسة واللي هي وقفة خاصة. من خلال هذه الفقرة السي مصطفى السلاوي غادي نحاولوا نطرقوا للصعوبات اللي عشتيها في المسيرة ديالك الفنية، يمكن تحدثنا عليها. صعوبات، هو في الأول كان ما كان حتى شي صعوبة. في الأول كان ملي بديت في ميدان الفن كان داكشي سهل، كيشوفوك كتعجبهم كيعيطوا لك كتسيني كونطرا كتصور. من بعد ولات الصعوبات ملي كيجيو أفلام أجنبية، كيديروا واحد الكاستينغ في واحد لوطيل. أما ديك الساعات لوطيلات ما نقولوا سمياتهم، أو كيديروه في المسرح. كان ديك الساعة مسرح عبد الصمد الكلفاوي هو فين كيديروا. كنا كندوزو كاستينغ، كنت كنتعزل ديما كنتعزل، أما في أفلام أمريكانية، أما في أفلام فرنساوية طليان، هادو ملي كانوا كيديروا كاستينغ كنمشيو كنتعزلو. أما في أفلام مغربية كيشوفوك المخرجين كيتفرجوا فيك، كيشوفوك كتعجبهم كيعيطوا لك. هنا كان أي فيلم جا كنتعزل فيه، إلا واحد الفيلم داروا هنا فين غتبدا الصعوبات. فيلم ما عرفت واش أبراهام
سيدنا ابراهام هو سيدنا ابراهيم. جاو كيديروا كاستينغ في السينما في عبد الصمد الكنفاوي، المسرح ديال عبد الصمد الكنفاوي، وكانوا كاع الممثلين، لا ديال الرباط، لا ديال وجدة، لا ديال مراكش، الدار البيضاء. وكان هذاك المسرح كان عامر بالممثلين وغير الممثلين. اللي كان واقف في الباب كيدخل الممثلين كان صديق ديالي والله وراه دابا الا كان كيسمعنا راه غادي يعرفو شكون كان صديق ديالي. وانا ديك الساعه ماشي معروف بزاف، وكان دار ليا بحال هكا، قال لي هذا، دار ليا بحال هكا، تسنيت شويه وكيدخلوا غير الفنانين الكبار ديك الساعه ديالنا. وبقيت شحال وحنا كنتسناو واحد الساعه، وقال لي دار لي جيت حداه، وقفت حدا الباب، قال لي ملي يخرج هذا الممثل غادي نكحس شويه لقدام ودخل انت. بقيت واقف، داز هذاك الممثل ملي حل الباب خرج، دخلت انايا. دخلت لقيت واحد الطبله طويله وفيها مخرج امريكاني، المساعده ديالو وكاع دوك التقنيين ديالهم وداكشي، وفي الراس جالس واحد المغربي ديالنا هو المسؤول على هاد الافلام الاجنبيه. وقفت، قالوا لي واش كدوي بالانجليزيه؟ قلت له ودي شويه كنفهم ولكن ما كنهضرش بها، كندوي معاه فرنساوي يعني. قال لي قلت له ولكن لا عطيتوني التكست كنحفظو. كان كيترجم علينا السيد، كان كيترجم علينا. قال لي هذاك المخرج، قال لي دابا حنا هذا فيلم تاريخي وغادي غتجي فيك نبله، اش غدير؟ انا درت من جهتهم هما فين جالسين، وقلت لهذيك سيلفو بلي على هذيك لاسيستونت ديالو، هزيتها ناضت معايا، رجعنا وهما جالسين هنا، وجبتها وجلستها في الارض، ربعات رجليها ونعست انا وحطيت راسي عليها، وكيشوف هذاك المخرج حطيت راسي هذا وبديت كنمثل عليهم، بديت كان هذا بحال كنتألم وكتخرج. هو يوقف قال لهم هذا اللي بغيت. يدور هذاك السيد قال لي لا، راه كاينين ممثلين جاو من مراكش، جاو من راه ممثلين كبار هنايا. قال لي هذا اللي بغيت. وقفتني هذيك، جلست، جاب لي كرسي جلست قبالته، كيوقفوا الممثلين كيوقفوا يدويو معاه، انا جابوا لي كرسي وجلست قبالته. قال لي سميتك شنو هذا؟ خد كاع لي رونسينمون، التليفون ديك الساعه كان التليفون ديال الدار، التليفون كلشي. وهذاك السيد قال له لا خصنا ندوزو، قال لي غادي يوقفوا صح شو غادي يحبسوا. قال لي لا والو، قال لي شوف، قال لي واخا والله العظيم الا دخل ليه 5 ديال الممثلين كيدخلوا كيدوي مع كل واحد كيقول له. هي هذيك عيطوا ليا، خدمت معاهم، درت لو رول ديال لو بيرجي ديال ابراهام، مع ابراهام كان جالس معاه. درت لو بيرجي، هو هذاك اللي كيسرح السراح ديال المعز ديالو، الراعي. من هاد بقيت خدمت حتى شي فيلم اجنبي ولا فيلم مغربي، قال بحال سدوا عليا، قال لهم ما تبقاوش تعيطوا للسلاوي نهائيا. ما عمرهم عيطوا لي الان. الجفاء ديال الصعوبه. وهذا انا كان ما فهمتش. واحد تختار لان ممثل، لان الله اعلم كيفاش كانوا دوا معاهم الاخرين، كيفاش مثلوا ليه الاخرين، لان كتعطي واحد سميتو الصوره ديال الممثل. لان ملي هما اجنبيين ملي كيقول لك ممثل، بحال قلتي انت شركه كتقول لهم جيبوا لي الطبيب، جابوا لك الطبيب راه ماشي ميكانيسيان، راه طبيب الدبلومات ديالو بكل شيء. هذا ملي كيقول له ممثل، شحال من واحد مشى وما نجمش راسو في التمثيل. السي مصطفى السلاوي، واش كاينه شي اشاعه اللي دازت في حياتك واثرت عليك؟
لا لا ما كاين حتى شي اشاعه والو ما كاين. انا مزيان مع كلشي، ما كنتخاصم حتى مع واحد، وزعما دريوش مع كلشي. ما كاينش اللي دار شي ما اشاعه. كاينش شي قرار خديتي في حياتك وندمتي عليه؟ هاد القضيه ديال الفن هي اللي بقات فيا بزاف. لان علاش؟ لان خدموا معايا ممثلين باقي ما معروفينش. خدموا معايا ممثلين باقي ما خدموا معايا في لابيلي لابيت، وكانوا ممتازين في التمثيل ديالهم. منهم سي هذا صاحبي بزاف ولا عزيز ما سميتو مشات ليا، ما عليناش. كان معايا رفيق بوكر، وكانت معايا هاد البنت اللي لعبات ليا، ما نبغيش نقول سميتها، خليها الله هي حتى هي كانت معايا. كان معايا دريس السبتي تا هو لعب عندي في ديك الساعات في لي زاني 90. بزاف ديال الممثلين اللي تشهروا ولاو دابا خدامين مزيان، والله يعاونهم وتبارك الله عليهم، وفرحان ليهم. انا فرحان ليهم، وكيقول لك اودي السلاوي راه كان هادو كلهم نجحوا، وانا بقيت ما فهمتش علاش. وعلاش ما كيعيطوش ليا؟ والله ما عرفت. انا بعدا كيعاودوا ليا كتكون تصويرتي محطوطه في هذاك، والمخرج كيكون حاط تصويرتي، وكان كيجي شي واحد كيقول له عندك هذا في المشاكل عندك فيه المشاكل. لا حيدوك كيخرجوا واحد سميتها برودكسيون، ميزون برودكسيون، كانوا عيطوا ليا. وهذا اللي كتب هذا التليفيلم صديق ديالي بزاف، وكتب عليا انا واحد لو رول اللي غادي المهم. عيطوا لي هاد لا ميزون برودكسيون، زاد دوز كاستينغ، قالوا لي دوز كاستينغ، دير هادي، دير هكا، دير هادي بور، دوزنا. اقول هاد الافراز، دير هادي دوزوا الكاستينغ. وهي تعيط ليا وحده قالت لي راه الله يخليك في الجوج اجي باش تسيني الكونطرا، راه سميتو. حيت ما هادشي بير 11:30 ميدي، قالت لي اجي باش تسيني كونطرا. جيت في الجوج، وراه لقى واحد يمكن هي المديره ديال هذا، قالت لي وي، قالت لي راه عيطوا لي باش نجي نسيني كونطرا، راه خدوني في هذا التليفيلم، الله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم. قالت لي دوزتي الكاستينغ، وانا ملي درتها في الطابلو بانت لي التصويره تحيدات، تصويرتي حيدوها. قلت لها كاستينغ انت لا شكون؟ قالت لي انا المديره. وانا قلت لها الا قلتي لي الكاستينغ باش مكتوب اش من لغه، وشنو هو الكاستينغ، وفسري لي سميتو، الا باقي نمثل قطعي لي يديا. اش كتقول؟ قلت لها والله ما تعرف شنو هو الكاستينغ ديال المديره ديالي. حيدوني من تماك. ملي جا هذاك اللي كتب، لان كتب ممثل معاهم، قال لي غادي نقول لك اخويا السميات اللي حيدوك، ولكن قلت له بلا ما تقول لي انا عرفتهم شكون. هادو ممثلين جاو، قال لي حيت سنين هما مسينين كونطرا معاهم، قال لهم لا ما نخدموش مع هذا. نبغيو نشوفوا السي مصطفى دابا حنا في شهر رمضان، نبغيو نشوفوا السي مصطفى سلاوي كانسان كيفاش كدوز نهارك. نهاري دابا انا مع سميتو، كان ملي كنت خدام دخلت لا سيرفيونس، من لا سيرفيونس مشيت للإسكان، مشيت ديليغي ميديكال، خدمت واحد السنين. جاتني واحد ملي درت 60 عام، جاتني واحد التقاعد من لا سينيسيس، هي باش كنعيش دابا. خدمت سورتو في ديليغي ميديكال، كنت كنصور فلوس بزاف، وكنت كنصور زعما عندي بورسونتاج في الدواء، وكنت كنبيع الدواء بزاف، كانوا فلوس. دونك لا سينيسيس ملي حسبات لي النقاط، مشيت عندهم قالوا لي يا ودي راه عندك يلاه 1700 درهم اللي غتشد في الشهر، هي باش عايش
الان 1700 درهم اللي كتعطيني لا سينيسيس. هذه تقريبا دابا راه عندي انا 81 عام، سبحان الله. هذه 20 عام. قالوا لي انا عارفهم كيدويو عليا كيقولوا لهم الصاب كنا ما عطيناش طولت معاهم باقي كيعطوني هذا 1700. هذه باش كنعيش وما كنخلص الحقيقه، ما كنخلص لا كرا لا الماء لا ضو. واحد المحسن عطيني بيت، لان ملي طلقت عطاني هذاك البيت ساكن فيه. هذه 25 عام. ملي هو مسكين جاتو الزهايمر ومرض وداكشي، ولدو خد البوفوار، هو اللي دعاني باش نخوي البيت. وكيفاش كدوز نهارك؟ النهار ديالي كيدوز ساهل. العام اللي داز ما صمتش، حيت انا فاتح على القلب باش تجيب الشفاء. العام اللي داز ما صمتش، لان الطبيب قال لي ما تصومش، عطاني ورقه سبحان الله. ولكن ما كناكل بالزنقه، ما كناكل باش نشرب الدواء، حيت كان عندي الدوايات خصك تشربهم. كندخل للدار كناكل وكنشرب الدواء، وبقى فيا الحال بزاف اللي ما صمتش، حيت من 12 عام وانا كنصوم. من 12 عام وانا كنصوم حتى لهذا العام اللي داز، بقى فيا الحال اللي كناكل بالزمني كناكل، ولكن حيت الدواء. هذا العام مشيت عنده قال لي لا صوم. قلت له ودي راه هذاك العام راه تأزمت بزاف اللي ما صمتش. قال لي صوم، شفتي راسك قادر ما ضركش القلب ولا شي حاجه، صوم. ما شفتي راسك ما ذاك كول. قلت لي الان دابا بخير وعلى خير، ما كنحس حتى بشي لا بجوع لا بعطش لا بآلام لا بوالو، وبدا يدوز مزيان. غير هو حتى الفجر حتى تنتسحر كنضربها بالعصا، ما كنفيق حتى الربعه ولا داكشي واش كيدوز ليا ساهل. حيت ما عندي فين نمشي، مع لا روتريت ومع داكشي كنبقى في الدار. وملي كنفيق كنمشي تقدر شويه هكا وكنجي نشعل التلفزيون حتى تنفطر. ملي كنفطر كنخرج نمشي للقهوه، كنعاود نبقى فيها ثاني حتى 12 نعاود. هذا هو لو ريتم ديالي ديال رمضان. ندوزو الان لاخر فقره، هي الفقره السابعه اللي هي لحظه امل. سي مصطفى السلاوي، احنا عرفناك في عده اعمال، منها صفحات خالده، منها الفرقه اخر طلقه، منها هادو بجوج اللي خدمت ديال الفرنسيين، منها مسلسل الفرقه، منها اخر طلقه اللي كان سنه 1995، منها لاله فاطمه، سلسله لاله فاطمه ديال سي سعد الله عزيز وخديجه اسد الله يرحمهم، والعديد من الاعمال اللي تقمصتي فيهم دور ديال رجلان. نبغيو نعرفوا شنو هو الجديد عند سي مصطفى السلاوي. الجديد هذه نقول لك، الجديد هذه 8 سنين ما خدمت مع، لا سدوا عليا البيبان، الله راه كيشوف. الا جوج 3 الاعمال درت هذا العام ديال 2025 درت 3 الاعمال. واحد مع مخرج طاهري إدريسي، واحد مع مخرج الله يعمرها دار، واحد لو جون الله يعمرها دار نفكر سميتو، وواحد مع الأستاذة ديال المداولة. هادو 3 الأعمال اللي خدمت، كلهم دازو التلفزيون، دازو في سميتو. وكان واحد الفيلم فيلم طويل السينما رداني الله يكبر به، داني هو اللي خدمت فيه ديال الكخات، عرفت استاذ مخرج. هادو اللي خدمت هذا العام هاد 2025. ولكن 8 سنين قبل ما عمرني سميتو. هي فاش ملي وقفت، هي فاش درت المسرحيه، عاود بديت ندير المسرح، ودرت المسرحيه ديال بناتي مشكلتي، خديتها من السك على بناتك ديال فؤاد مهندس، ونجحات وخدمت بها بزاف. خدمت بها عروض، عطاني الله يذكرو بخير سي محسن ديال محمد الخامس، عطاني عروض الله يجازيه بخير والله يكثر خيره والله يطول عمره. الوزير سي سميتو عطاني تا هو عروض، دخلت بها الوزاره عطاوني عروض
يمكن تكلمنا على المشاركه ديالك في بيني وبينك بيني وبينك هو هذا اللي خدمت مع كموثق. اي مع كنسى سميتو، مع وليت دابا غادي يبدا يجيني الزهايمر. مع المخرج راجل طيب، راجل طيب. يعني اول مره كنشوفوا اسم مصطفى السلاوي ماشي رجل الان، ولكن كنشوفوه موثق. كيفاش كانت هاد التجربه هذه؟ كانت بخير وعلى خير، مزيانه، تجربه موثق. كان موثق واحد شي ارض تبعت، وكان فيها ممثلين ممتازين. كان منياري، كان مكوار، كان جا ملي قال لي غادي تلعب موثق، قلت لي لعبها موثق. راني لعبت ادوار اخرى مع عزيز سعد الله يرحمه. لعبت مسطي بالزنقه، كناكل من الزباله، وكان عفيان والسروال مشرق. لعبت زعما، وهذاك الفيلم كان ما كنسى سمياتهم، كان واعر بزاف. وجات تجربه داز زوينه. نتوما شفتوه بيني وبينك، شفتو كيفاش داز داك مزيان. نعم. ككلمه اخيره تبغي توجهها للجمهور؟ الجمهور الله يكثر خيره، راه به حنا باش كنبانو، به باش كنتشهروا، به باش سميتو. والله يجازيهم بخير، ورمضان سعيد، ورمضان مبارك سعيد، وكنتمنى لكل شيء السعاده والفرح. كنشكروا السي مصطفى السلاوي على الاستضافه ديالو في هذا البرنامج هذا، على حسن سلبيه الدعوه. كنشكروا السي عبد الهادي البنين اللي رافقنا في هذه الفسحه الرمضانيه اللي هي فسحه مع اللجوء. الامل ديالنا باش نتلاقاو بكم فرصه اخرى. كنتمنوا لكم رمضان مبارك سعيد، لا يدخلوا عليكم بالصحه وبالسلامه. السي عبد الهادي البنين كذلك رمضان مبارك سعيد. نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله. الى ذلك الحين خلي لكم الخاتمه السي عبد الهادي. اذا الى هنا كنختموا الحلقه ديال اليوم، على امل اللقاء بكم في حلقه جديده ان شاء الله، وفنان جديد ان شاء الله، ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك، والى الحلقه المقبله باذن الله. تحياتي. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصلك جديد الأخبارية 24.